عايزك تفرق بين حاجه، ايه؟ تفرق بين حاجه مهمه جدا. ان انا لما بتعامل كرئيس الوفد، ما انا السيد البدوي بتعامل رئيس الوفد الشخصيه الاعتباريه. السيد البدوي الشخص ده بعيد خالص. ما هو ماشي، انا مش بتعامل السيد لا بس في نقطه، بس ما حضرتك انا كنت قاعد في امان الله. زائد ايه؟ لقيتهم لقيتهم في حياتي مره واحده. لقيت الراجل اللي انا هعتمد عليه اعتماد كلي في شغلي ومستقبلي، اللي هو محمد عبد المتعال، على الاقل سنتين، اول سنتين في شغلي هيتلوث بان هو هيبقى رئيس محطه الاخوان المسلمين بيطلعوا فيها ساعه في اليوم. لا هو استاذني في الحوار مع المرشد، وانا سمحت له للحوار. الحاجه الثانيه ان حضرتك بتقول ان انت في قناعه على اسمك، على اسم السيد البدوي، انت مديها هديه للحزب حتى اشعار اخر عايز تطلع فيها الاخوان المسلمين كل يوم في صفقه سياسيه. يا حبيبي افهمك انا بفكر في ايه. انا عندي احتمال ابقى رئيس جمهوريه، وهذا الاحتمال يتحقق فقط بمسانده الاخوان. انت لا تتصور قوتهم شكلها قد ايه. انا عندي احتمال، ومحمد عبد المتعال مش بيعمل كده يعني محبه، بيكره الاخوان جدا. محمد عبد المتعال بيفكر في ان الناس كلها بتكلمني ان انا عندي فرصه ابقى رئيس جمهوريه لو الاخوان ايدوني. لو الاخوان ايدوني يبقى السلفيين ايدوني، يبقى كل الجماعات الاسلاميه تأيدني. ده ينجحني كرئيس جمهوريه، وده اللي خلى محمد. ثانيه واحده، هو مش حقيقي، مش حقيقي. اهو انا بقى كده حاجه بس انت ما تعرفهاش. قوه الاخوان بالظبط في الشارع تقول يا بص، قوه الاخوان في الشارع انا عارفها. الاخوان والسلفيين كده سيد عندهم حاجه عاملين زي اسرائيل كده، ما كانت عامله حوالين نفسها هاله. هم عددهم في الشارع محدود، مش في الشكل اللي انت متخيله. انتخابات الرئاسه دي يا سيد لو ما طلعش هيطلع 30 مليون من 45 لو ما طلعش. انا عارف طبعا. يعني ايه؟ انا من دلوقتي مستنيها، وكل الناس اللي انا اعرفهم زي كده. فلو ما طلعش من ال 45 هيطلع 30 مليون. اللي هيكسب ده لازم ياخد نسبه. يعني بص انت عشان تكسب انتخابات الرئاسه، عشان تكسب انتخابات الرئاسه 10 12 مليون. حاجات كده. انا عارف. طب هم هيجيبوا لك 2 مليون. هم مش هم اللي بيجيبهم، هم بيعملوا ترويج في القرى والارياف والمساجد، مسيطرين على 50. كمان في حاجه ثانيه بس عايز اقول لحضرتك عليها. حتى سياسيا لو حضرتك لعبت مع الاخوان هتخسر جبهات ثانيه. لا ما هو انا هبقى منسقها يا حبيبي. لا انت مش فاهم. بص انت قلت لي كلمه خطيره، قلت لي الاخوان هم اللي هيحكموا. هو يا سيد، وبقول لك ان الاخوان دول هيتعمل فيهم اللي ما اتعملش في الكام سنه اللي جايين. هيتذبحوا، هتطلع ميليشيات تذبحهم في بيوتهم، ما تخش عليهم في بيوتهم يذبحوهم في سرايرهم، وقالوا مش عارفين ده مين، ومصر قامت كده، ومصر هيعود فيها بقى ارهاب وما حدش عارف مصدره ايه. يقول لك طب احنا ما انتوا زعلانين، ما انتوا قلتوا بلاش القوانين، ما انتوا قلتوا نلغي امن الدوله. بقى اللي هيتكلم هيتقطع رقبته في سريره. وانا بفكرك وبقول لك انتوا ما كنتوش يعني انتوا مش عارفين قيمه الايام اللي انتوا كنتوا عايشينها. ما كانش عاجبهم الكلام ده، ماشي. اللي صوته هيعلى هيتذبح في سريره.